صينية مكرونة بالصلصة والصدق والجبن حكاية. هجيب طاسة أول ما تسخن ممكن أنزل بالصدق على طول من غير أي مادة دهنية، مش هقلبه كتير عشان ما يتهرش. وكده الصدق استوى. أول ما المية تغلي هجيب عندي مكرونة حلقات أو نوع المكرونة اللي تحبوه وهنزل بيه. هنزل عليها بمعلقة كبيرة ملح، شوية زيت، هديها تقليبة وهسيبها لحد ما تتسلق. هجيب حلة انزل بزيت، اول ما الزيت يسخن هنزل ببصل متقطع صغير، واول ما البصله تاخد معانا اللون ده هنزل بطماطم معصوره هصفيها واغطيها لحد ما تتسبك. بعد ما سيبناها غلت كده شويه هنديها معلقه معجون طماطم كبيره، وهننزل بملح، فلفل اسود، وطبعا نص معلقه سكر، وهسيبها تغلي كمان شويه. نجيب صينيه ننزل بالمكرونه عليها الصلصه واقلب، وهنزل بالصدوق وهديها تقليبه برضو. انا بحب جدا احط عليها جبنه تركي مبشوره، ممكن كده اديها تقليبه. هنسى الزيتون، هنزل بشويه زيتون كده، شويه جبنه موتزاريلا. دلع ده دلع. اسويها كده وانزل باخر حاجه جبنه موتزاريلا كتير، جبنه موتزاريلا كتير. هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه لمده ربع ساعه على الرف اللي في النص، وبعد كده هشغل عليها الشوايه لمده 5 دقايق بس. الله 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 الله، وبكده اللوحه الفنيه بتاعتنا تكون خلصت. بسم الله. امم من الاكلات اللذيذه المشبعه اللي انا بموت فيها، وسهله وما بتاخدش وقت. سلام.